السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل زي ما انتم شايفين كده علب العاشورة. نوزعها على الناس، نسعدهم في اليوم دوت. الناس بتبقى نفسها في اي حاجة تسعدها. تعالوا نعملهم مع بعض ونشوف عملنا ايه. انا جبت هنا القمح بتاع البليلة اهو، وطبعا نقعته ليلة كاملة. نقيته وغسلته ونقعته ليلة كاملة علشان خاطر ما ياخدش معاكي سوا. هصفيه بقى من المية بتاعه النقع دي واشطفه شطفة حلوة كده، واحطه في حلة زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل عليه بقى بكمية حلوة كده من المية علشان نبدأ ان احنا نسلقه. طبعا هتعملي اي كمية انت حباها لو انت هتوزعي. لو هتعملي لولادك بتعملي ربع كيلو، نص كيلو، زي ما تحبي. احنا عملنا هنا حوالي كيلو علشان بس نسعد العيال في صلاة الجمعة كده. فبصراحة يعني انبسطوا. انا كده بدأت ان انا اسلق القمح بتاع البليلة اهوت. بصوا بدأ يفتح كده ويستوي معايا. هسيبه برضو شوية تاني، وهزود بقى اللبن واسيبه يكمل التسوية بتاعته باللبن. تمام اهو. هنزل بكل الحليب بتاعي، طبعا كمية الحليب دي زي ما تحبي بقى اهو. هقلب بقى كده وهسيبها بقى تاخد شوية سوا كمان مع اللبن، تاخد برضو من طعم اللبن. طبعا لازم نسلقه بعيدا عن اللبن خالص قبل ما نحط اللبن علشان خاطر تستوي تاخد سوا. هنزل بقى كده بالسكر بتاعي عشان احلي العاشورة او البليلة بتاعتي اهو. بنزل بالسكر، ما تسكريهوش قوي بحيث الناس ما تبقاش نفسها بتجزع وهي بتاكل من الحاجة. هقلب كده بقى السكر بتاعي اهو. تمام. وهاخد بقى جزء من البليلة كده بعد ما استوت اهو، احطها في الخلاط وابدأ ان انا اضربها علشان طبعا لما بتضرب بتدي قوام تاني كده، القوام بيبقى تقيل شوية. فهضربها كده اهو. وبعد ما هضربها بقى هنزل كده على البليلة بتاعتي بقية الخليط اللي انا ضربته زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى معايا كوباية كده الا ربع من الكريم شانتيه، وحوالي 4 معالق من النشا. هفضيهم كده على بعض. طبعا بيدوا طعم حلو قوي للعاشورة. وهبدأ ان انا افكهم كده بكوباية من المية الباردة، وهحط عليهم مع كيسين من الفانيليا اهو، برضو بتدي طعم حلو كده. تمام. ممكن تستبدلي النشا بسحلب او بكريم كراميل زي ما تحبي. فانا كان متوفر عندي النشا فحطيتها. لو انت عندك سحلب او كريم كراميل جربي وهتعجبك ان شاء الله. نزلت كده بالكريم شانتيه والنشا على البليله، وهسيبها بقى لحد ما النشا تستوي. ونبدا بقى نجيب الكوبايات بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين انا رصيتهم كده. طبعا الاولاد بتساعد معايا فطبعا مبسوطين جدا ومتحمسين. طبعا بننزل نصلي الجمعة مع بعض، فهناخد الكلام ده كله واحنا نازلين نفسد بقى ناس على قد ما نقدر ان شاء الله. طبعا انا صبيت الكوبايات كده اهو. وطبعا عملنا كمية حلوة لا بأس بها. دي شوية منهم والباقي بيقفلوه برا اهو. يعني اعملي ان شاء الله حتى 20 كوباية بسطي بيهم الاطفال، بجد هينبسطوا قوي وهتحسي بسعادة كده وانتي بتفرحي اللي حواليكي. بتبقى حاجة لذيذة جدا. يا رب كلنا نفكر بعض بالفرحة والخير، وربنا يا رب يجعل ايام سعيدة عنا جميعا. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.